اخباركم ايه؟ النهارده هتكلم معاكم عن موضوع مهم قوي. جمله بسمعها كتير وتعتبر ترند. الحاجه اللي تجيلك منها طاقه سلبيه سيبها وامشي. يعني زي كده المثل ما بيقول اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. طيب افرض الريح ده كان مهم، افرض انا اللي الريح مش مناسب صحتي، بمعنى سألت نفسك اللي جاب لك طاقة سلبية ده جابها لك ليه؟ يعني الأولى إن أنا أفكر في نفسي ولا أفكر في علاقتي بالآخر؟ هل كل واحد قعد مع الشخص ده جاله طاقة سلبية؟ وهل لو جه بنفس الدرجة؟ يعني لازم أسأل نفسي لما أقول طاقة سلبية ومش طاقة سلبية، أسأل نفسي سؤال مهم: ليه جالي طاقة سلبية من الشخص ده؟ هل أنا عندي نوع من أنواع التوقعات؟ هل انا شخصيه ما بعرفش اعبر عن نفسي بشكل صح فالناس بتستنتجني على هواها وارجع ما يعجبنيش؟ هل انا ما بعرفش اقول لا؟ هل انا ما بعرفش احط لنفسي حدود؟ هل وانا في علاقاتي في الناس ببص تحت رجلي؟ يعني بمعنى العلاقه وقتيه لكن الحسابات الطويله للعلاقه مش في دماغي، فبحس ان الناس بتعرفني ساعه ما تكون عايزاني او هم بيقروني ان انا عايزاهم ساعه ما يكون في مصلحه. ايه الطاقه السلبيه اللي بتجيلي دي؟ يعني شكلها ايه؟ هل هو الشخص بيأثر فيا بمزاجه ولا بمزاجي؟ ما انا اللي قررت ان الشخص ده يأثر فيا. هل انا ما عنديش قدرة على الحوار؟ هل ما بعرفش اوضح وجهة نظري؟ هل مش عارف وجهة نظري اصلا؟ هل انا بني ادم طول الوقت بستنتج الناس فانا راسم صورة في خيالي او فكرة عن الشخص ده، ولما باجي في ارض الواقع بحس ان الفكرة دي بتنصدم؟ هل عندي محفوظات حافظها في دماغي وشايف ان ده الصح وده الغلط، ولما بلاقي ناس مختلفة عني ما بستوعبش وبالتالي بيأثروا تأثير سلبي او بيحسسوني بتناقض وبكرهه؟ هل وهل 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 وهل. طيب سؤال تاني مهم قبل ما اقول تجنب الطاقة السلبية: هو شكلها ايه الطاقة الإيجابية دي؟ يعني انا دلوقتي داخل على ناس متوقع انهم يدوني طاقة إيجابية. هي الطاقة الإيجابية دي بتبقى إيجابية فعلا ولا هي بتبقى تطبيل؟ ولا هي موافقة واكسبتنس وقبول؟ ولا هي مدح؟ ولا هي لغة حب شبه بعض؟ ولا احنا بنبقى محتاجين نقول نفس الكلام لبعض ونعيد نفس الاسطوانة ونابروف ونوافق على كل الكلام اللي بنقوله عشان تبقى طاقة إيجابية؟ ولا الطاقة الإيجابية دي لا مبالاة وفصلان؟ ولا الطاقة الإيجابية دي تسقيف؟ ولا الطاقة الإيجابية دي يعني جبن عن ان احنا نقول لبعض مشاكلنا او نقول لبعض عيوبنا او نكريتيسايز او ننتقد حاجات مش مفروضه؟ طب والطاقه الايجابيه دي حرص وحب ولا تكبير دماغ اللي هو ماليش دعوه انا مالي، اديني هقول الكلمتين اللي تبسطه وامشي على هواه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته؟ هل اللي بيبقى عنده طاقه سلبيه ده بني ادم عايز ينصحني او عايز يخرجني من الكومفورت زون بتاعتي وانا مش عايز اخرج؟ كل دي اسئله مهمه قوي يا جماعه. لكن ان انا ابقى مصنف الناس طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه وانا مش فاهم التصنيف وكل همي في الموضوع اخلع واجري وابعد. طب افرض اللي الطاقه السلبيه دي بتجيلي من ناس قريبه مني جدا وناس مهمه في حياتي، افرض ده في الشغل، هل انا مفترض ان يجيلي طاقه ايجابيه في الشغل؟ وهل الطاقه الايجابيه اللي في الشغل دي ليها علاقه بالشغل ولا شخصيه؟ يعني رايحين نريح بعض ونحب في بعض ونفضفض لبعض، ولا رايحين نعمل شغل مع بعض، او رايحين نحط على تراك واحد علشان يبقى يوصل فيه انتاج بشكل معين؟ كل دي اسئله مهمه جدا جدا في موضوع الطاقه السلبيه دي، لانها اصبحت منتشره وتسمع الكلام ده كتير، وتلاقي الشخص اللي بيتكلم عن الطاقه السلبيه دي هو شخص نفسه مع نفسه معترف ان عنده مشاكل في علاقاته مع الناس، انه معترف انه لا يملك مهارات الحوار والعرض والاختلاف، ان هو بيتوتر من الاختلاف. طب لو حضرتك ده اللي موجود يبقى انت كل همك اجري، ولا همي ساعتها اني اصلح الحاجات دي وابدا ابص لها؟ خدوا بالكم يا جماعه، في جمل انتشرت قوي وبقى الواحد يسمعها كتير، هنجيب سيره الجمل دي. يعني الجمل دي الواحد
خلاص يعني بقى في جدول اعماله اليومي. من ضمنها موضوع الطاقه السلبيه ده، اللي هو انت ما تقعدش في حته بتاثر عليك سلبيا. لما تلاقي ناس بتديك طاقه، هو اساسا ايه الطاقه السلبيه دي برضه؟ اللي هو عياط، ولا خوف، ولا اكتئاب، ولا مثلا انتقاد، ولا ايه؟ برضو ما تلاقيش الشخص انا متضايق، ببقى قاعد متضايق. طب ما هو قاعد متضايق ده لانه مثلا انا عندي احتياج لتشابه ومش قادره اقبل الاختلاف وما بستفادش من الاختلاف، ولا في مثلا تنافر في سلوكيات معينه مش عجباني. طب لو التنافر ده وقتي وانا قاعد مع شويه ناس في فرح ولا في قعده ولا لا دول اصحاب عمري. طب اصحاب عمرك اكتشفتي دلوقتي انهم بيدوكي طاقه سلبيه يعني؟ طب هل ده معناه ان انا عندي وعي بذاتي صح وعارفه ان انا عارفه الناس دي ليه اصلا، والبني ادمين دول دورهم في حياتي ايه، وحاططهم في انهي كاتيجوري في الحياه، ومسميهم اصحاب ليه ومش مسميهم اصحاب ليه؟ يعني الدنيا تلاقيها محتاسه وحايسه وضايعه، ونيجي في الاخر نقول الحل انا فهمت نفسي جدا يا دكتور. طيب ايه اللي انت فهمته حبيبي؟ ان انا فهمت ان انا لازم ابعد عن الحاجه اللي فيها طاقه سلبيه. حضرتك ما فهمتش حاجه خالص. حضرتك افويد حاجه لا انت فاهم انت افويدنج ليه، ولا ايه العكس بتاعها، ولا on what basis انا اتصلحت او اللي مش هتتكرر، او اضمن منين انها ممكن بعد كده تبقى موجوده مع ناس مهمين وما تضرنيش في حياتي، ولا فهمت اي حاجه. فلو سمحت يا جماعه، قبل ما نقول الجمله دي اسال نفسك كده حاجتين: انا ليه حصل لي تاثير سلبي؟ وفي مثل انجليزي محترم قوي يقول لك no one can hurt you without your permission. يعني انا اللي سمحت بهذا التاثير السلبي، فما هذا التاثير السلبي ولماذا وما شكل التاثير الايجابي؟ دول الثلاث اسئله اللي لازم تسعى مع نفسك او مع الثيرابيست بتاعك انك توصل ليهم لاجابه قبل ما تتخيل ان البعد عن الطاقه السلبيه هو الحل وهو ده الاد فاليو اللي انت خدته من فهمك لنفسك. يا رب نكون استفدنا ويومكم